ازيك يا استاذ مصطفى؟ الحمد لله بالسلامه. الحمد لله يا رب. الناس صبحي ماشي بيضرب مع ابوه، قال لي بشيل مكوان على الارض. بقول له اخويا ده اخويا اللي مات. انا كنت شايف اخويا، انا بقول له اخويا اللي مات طبعا دي دم بطريقه غبيه جدا. اخويا طلعت في دماغي. فبقول له اخويا اللي مات بيضرب عليا انا كمان نار. لحد ما انا بصيت للشباك، انا جاي مستخبي من ورا الشباك، وبدأ ان انا اقدر اخد اخويا وانقله على الجنب التاني ده ما فيهوش ضرب نار، رغم ان احنا كنا واقفين في مكان سلم. مكان الطلقه فين؟ قعدنا يا حبيبي. الكلام ده كان يوم كام؟ كان يوم 28 يوم جمعه القدر. ليلتها يعني. يوم جمعه القدر اللي كانت في مصر، حدث في مصر. يعني اخر جمعه اللي هي جمعه الغضب. يعني هشوف مكان دمه لسه موجود على اسطوره الكهرباء ماشي، ما اتمسحش. احنا كده احنا ما عملناش ثوره، يعني لو بالطريقه دي يبقى احنا كده ما عملناش ثوره خالص، ما حققناش اي حاجه، بل احنا عملناه كله كده في الميه. لا انا معاهم. مع ايه؟ انا مع المظاهره اللي هي بتطلع كل يوم جمعه. لازم مفيش حاجه بقى لسه اتغيرت. طب انت عارف ان الجمعه اللي جايه هم بينادوا بان هم مظاهره مليونيه واعتصام مفتوح؟ والله لو انا ممكن انزل، لو حد هيجي يقعد جنب اخويا انا هنزل.